بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن برنامج جديد أو tool جديدة بتعمل توكنج عن طريق الديب ليرنينج. تمام. كنت قبل كده عملت فيديو عن tool اسمها ديف دوك، واختصار يعني اللي هي بتعمل دوكنج عن طريق حاجة اسمها ديفيوجن. فالتول النهارده اسمها انترفورمر، وكانت جابت نتائج حسب يعني البحث بتاعهم يعني والمقارنة بتاعة التولز التانية. جابت نتائج أحسن من ديف دوك. تمام. بفرق كويس. طبعا اللينك بتاع البيبر بتاع مقارنة كده. نكبر فين ديف دوك، طبعا بيقارن بفينا. شوف طبعا في فرق بين اللي هو العمود الأخضر اللي هو الانترفيرمر دوت مقارنة بفينا. تمام. ديف دوك اللي هو دوت ماشي، طبعا الفرق واضح. تمام. فيعني كنتائج كانت أحسن من يعني أشهر ديب ليرنينج مثلا كان بيعمل دوكينج قبلي. تمام. وهنا بيعتمد ان هو بيحاول يعمل ريكفري لل الانتراكشنز. يعني مثلا نفترض مثلا انت بتعمل اسمه ده الدوكينج او ري دوكينج مثلا، ف الكوكريستلايزد ستراكشر مثلا في انتراكشن معينه حصلت، هيدروجين بوند مثلا، هيدروفوبيك انتراكشن، حاجه زي كده بين ذرات معينه بين الليجند والامينو اسيدز اللي في البروتين. فهنا في الانترفورمر هو بيحاول يسترجع الانتراكشن دي. طبعا يعني انت مش تعملها عشان الري دوكن، تمام، انت مثلا بتستخدمه عشان تعمل بريشر سكريننج. بس الفكره انه لو بيتعلم انه يسترجع الانتراكشن دي، فبالتالي يبقى الاستراكشر قريب من الحقيقي. تمام. فلما تيجي تعمل فيرتشوال سكريننج على مركبات جديده مختلفه طبعا عن الكوكريستلايزد ليجند، فالمفترض يطلع لك نتائج كانت احسن. تمام. فطبعا البيبر احطها في الديسكربشن لو حد عايز يبص عليها ويشوف المقارنه والشغل يعني بتاعهم. طيب احنا هنستخدمه ازاي؟ ده طبعا كولاب سريعا كده، خدمه بيوفرها جوجل، تقدر ترن عليه اكواد بايثون او باش او لينكس او ايا كان الاسم يعني انت هتسميها. تمام. فاللينك موجود في الديسكربشن، جاهز على الرن. ترفع بس انت الملفات بتاعتك، وهنقول الملفات المفترض شكلها يبقى عامل ازاي وتسميتها تبقى عامله ازاي. تمام. اول حاجه زي ما واضح كده لازم تعمل انستليشن، فهتدوس على رمز البلاي دوت. انا كنت لسه مخلص من شويه عشان كان بيطول 20 دقيقه تقريبا، فكنت مرنه من فتره. تمام. فهترن بس رمز البلاي، هو مش هيطلع ايرور ان شاء الله يعني. برضه عشان تتاكد ممكن تدوس على السهم دوت عشان تعمل اكسباند للسيلز وتنزل تبص. هما تقريبا 3 خلايا، دي الخلايا الاخيره. تمام. فطالما عمل لك كده فهو شغال. تمام. هو بس بينزل اناكوندا وبينزل بيعمل كرولنج للجيت هاب بتاع التول ديت، وبيسطبها مع شويه حاجات كده. طيب طبعا اهم حاجه لازم تكون انت موصل بيه جي بي يو. تعرف ازاي انت موصل ولا لا؟ في الران تايم تشينج ران تايم تايب، تختار جي بي يو. حلو. حلو. احنا دلوقتي انا عايز اعمل فيرتشوال سكريننج. تمام. فهو هنا الكود جايبه منين؟ جايبه من الجيت هاب بتاعهم، بس يعني جمعته في فايل واحد ومعاه شويه تعديلات عشان يبقى يعني سهل شويه على اي استخدام انت عايز تعمله. تمام. طيب في الحاله الطبيعيه او الدوكينج العادي او الريدوكينج لازم تكون، او بصوره عامه يعني سواء ريدوكينج او فيرتشوال سكريننج، لازم تكون مجهز له ملف اس دي اف فايل. تمام. في الليجندز، كل الليجندز اللي انت عايز تعمل لها دوكينج. الليجند دي المفترض تبقى في 3 دي ستراكشر. تمام. ومتضاف لها الهيدروجين. طبعا حسب بقى انت البروتونيشن بتاعك بتظبطه ازاي بقى، مثلا عند بي اتش معين او باي برنامج تاني او ايا كانت الطريقه اللي انت بتستخدمها. تمام. فهو هنا كان يعني كتر خيره يعني الراجل اللي عامل التول كان عامل مجهز الامر دوت اللي هو اوبن بابل. تدي له ملف الاس دي اف وبتحدد له بي اتش معينه، فبيظبط لك الهيدروجينز بناء على البي اتش دي بتاعت الليجندز. تمام. بعد كده بيطلع لك 3 دي كونفورميشنز او كونفورميشن واحد لكل كومباوند عندك.
اللي هو افضل او من الجلوبال مينيمم بتاع الانرجي بتاعت المينيمايزيشن. تمام. انت عايز تستخدم اي تول تانية براحتك، انت اصلا منزل الاستراكشر 3 دي برضه، يعني اي حاجه مش هتفرق، يعني مش المشكله يعني. تمام. بس اهم حاجه يكون متضاف له الهيدروجين، وطبعا لازم تكون انت محدد له البي اتش بتاعتك عشان لو الهيدروجينز اماكنها هتختلف وكده، وطبعا لازم يكون 3 دي استراكشر. تمام. ده بالنسبه لتجهيز بالنسبه لتجهيز البروتين، هنا في امر اسمه ريديوس، بيعمل ايه؟ برضه نفس الفكره بتاعت الليجند، بيضيف لك الهيدروجين، بيظبط لك البروتينيشن وكل حاجه. تمام. فهيطلع لك ملف اسمه اللي هو فايل بي دي بي في التجهيز يعني بتاعه. حلو. فانا كنت عامل دوت هنا، انا استخدمت اللي هو البي دي بي اي دي 7 زد 0 بي. تمام. ده الكومبلكس بتاعنا، بروتين وايون و ليجند. تمام. ده الريدوكت او كوكريستالايزد. حلو. فهنا عشان تحدد او تعمل امر ريديوس، انا كنت مسطب عندي بتاع ريديوس دوت، فاستخدمته، طلع لي ملف بي دي بي بروتين كامل. تمام. بروتين لوحده فيه كل الحاجات. حلو. فبعد ما تضيف الهيدروجينز محتاج تاخد الاكتيف سايت بس. تمام. برضه هو هنا موفر تول ما عنده الجيت هاب يعني، بتديلها الكومبلكس بيطلع لك البوكيت. طب انا مش عايز استخدمها، عايز احدد مثلا اكتيف سايتس معينه او اي مسافه تانية انت عايز تغيرها، بسيطه خالص. تختار هنا الليجند في بايمول. تمام. حلو. انا اخترت الليجند، هندوس على جنب كلمه سي دي حرف الاي اللي هو الاكشن، وهتقول له موديفاي، تقول له الراوند. تمام. مثلا ريزيديو ويزن مثلا نفترض 12 انجستروم. تمام. فهتلاقي اللي هو اختار لك كل الريزيديوز اللي هي حوالين الليجند بمسافه 12 انجستروم. طبعا عمل دي سelection لليجند اللي انت اخترته دوت. تروح دايس فايل، اكسبورت مولكيول، بدل enable هنقول له cd عشان بس يسيف الحاجه اللي انت مختارها، وتقول له سيف وتسمي الفايل، وطبعا بي دي بي فورمات. حلو. انا مش هسيف عشان ليه؟ عشان انا كنت عامل دوت اصلا من شويه يعني قبل كده. فادي دوت الليجند بتاعنا او في الاكتيف سايت بتاعنا، لو كان 12 انجستروم ماشي من غير الايون، ودوت بالايون اللي هو الصوديوم. حلو. حلو. ده كده تجهيز الايه الليجند والبروتين. طب نبص تاني، ده كده بالنسبه للبروتين بتاعنا دلوقتي. بالنسبه للليجندز، انا دلوقتي بقى كاني بعمل فيرتشوال سكريننج، فمجرد مثال اللي هو 3 كومباوندز. تمام. منزلهم من بابكم، اي 3 عشوائيين يعني، مجرد بس ايه تجربه. فهو 3 دي من دفتر هيدروجين وجاهز. كلهم في فايل واحد اس دي اف. تمام. ادي جهازنا الحاجتين. طيب هنا برنامج التول عشان تشتغل محتاجه يبقى عندك ستراكشر للفايلز، عندك فولدر تسميه اي اس مثلا في اس او ايا كان الاسم، بس يعني الاسم اللي انت تسميه انا مسميه في اس عشان استخدمه تحت، يعني في الاوامر اللي هي بتاعت الرن. تمام. فلو غيرت هنا اتغير تحت. تمام. جوه فولدر اسمه ليجند بوكيت، وجواه يو اف اف. الليجند ده فيه ايه؟ ملف الاس دي اف اللي هو بتاع الليجند اللي هو الكوكريستلايزد. تمام. ف لو بصينا كده الفولدر بتاعنا اسمه ريسي دوك دوت اس دي اف. تمام. طيب جوه البوكيت ده طبعا اسمه كده في البوكيت بس، احنا هنرفع اللي هو فيه الاستراكشر مع الايون دلوقتي، هنجرب يعني. تمام. وطبعا فولدر اللي هو يو اف اف ده اللي فيه الاستراكشرز اللي انت عايز ايه تعمل لها دوكينج. طيب ليه متسمي كده؟ ليه كل اوله ريسي؟ علشان هو التول جاهزه زي ما انا كاتب كده all files must start with the same 4 letters. لو هو مثلا مسميه ريسي، انت عايز تكتب الاي دي بتاع البروتين براحتك، اي 4 letters، بس اهم حاجه يكونوا متثبتين بالثلاث فايلات. تمام. and have underscore doct underscore uff underscore bucket. تمام. لازم تاني لازم الفايلز الثلاثه دولت ينتهوا ب underscore doct بتاع الليجند، underscore bucket بتاع البوكيت دوت بي تي بي طبعا، واندرسكور يو اف اف بتاع الاس دي اف اللي هو اللي انت هتعمل له ملفتين تعمل لها دوكينج. تمام. فكده رفعنا الفايلات بتاعتنا وجاهزه. تمام. اول خطوه هو محتاج يعمل ملف سي اس في، نرن كده ونشوف هيتعمل لنا ايه. تمام. فين؟ ادي ملف السي اس في. لو بصينا كده عليه، طبعا التول ديت هي نازله مع الانترفورمر الكولوم الجيت هاب بتاعها.
هو ملف سي اس في بسيط خالص، اعمل لك فيه 4 اعمده. اول عمود اللي هو تارجت، تمام. التارجت دوت اللي هو اول 4 حروف، تمام، اللي احنا مسميينها في الفايلات بتاعتنا. البوز رانك دلوقتي كلها صفار، بعد كده تتغير. واليو اف اف بوز رانك اللي هو يعني عندك كام ليجند في ملف اليو اف اف اللي هو ريس يو اف اف دوت. فانا عندي 3 ليجندز بادئين 0 1 2، ودوت المولكيول اي دي. المولكيول اي دي ده جاي منين؟ اسم او الاي دي بتاع المركب لما انا نزلته من باب كام. انت عايز تغير الاي دي براحتك، تمام. طيب فين الاي دي دوت لو انا عايز اغيره؟ لو هنا كده فتحنا دوت مثلا بالسبلاين او النوت باد، ادي اول اي دي اللي هو 6536. لو بصينا هنا كده فتحنا السي اس اف سي اس في 5 6 6 5 3 6. طيب 6 5 3 6، تمام. بعديه 2800. لو دورنا كده ادي ال 2800. نلاحظ ان بين كل ليجند والتاني بيفصل بيه علامه $4. ماشي. لو انت عايز يعني تفصل مركبات عن بعض مثلا بكود عشان تغير حاجه معينه او تغير حاجه معينه او كده، تمام. حلو. فادي المولكيول اي دي بتاعت المركبات بتاعتها. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ده حاجه مفترض انت تعدلها فين؟ في الفولدر بتاع الانترفورمر دوت. جواه في فايل اسمه inference.py. دبل كليك يروح فاتح، بيقول لك اد دي، تمام، عند اللاين رقم 23. فين 23 اهوت. حلو. فانا واخدين دي كده كوبي ونيجي نعمل هنا بيست. حلو. بعد كده بيقول لك تشينج ديفايس بيساوي دوت تو ديفايس بيساوي كودا في اللاين 128 في نفس الفايل. 128 هنا اهي بدل ديفايس كده نغيرها نخليها، تمام. وتروح داس كنترول اس عشان يسيف التعديلات دي، تمام. اللي انا عملته هو الكود جاهز كان بيستخدم عدد كورز اكتر من العدد المتوفره في الكولاب، فكان هيبطأ معاك، تمام. فانا بقول له استخدم لي العدد اللي هو اوتوماتيك ايا كان بقى الجهاز هو هيتعرف عليه اوتوماتيك، تمام. هنا لازم تكتب له كودا ديفايس كودا علشان يقدر يستخدم الجي بي يو اللي احنا متوصلين بيه، تمام. حلو. دي بس شويه التعديلين اللي انت هتعمله. دي كده اول خطوه عملناها اللي هي تحويل او انتاج السي اس اف فايل السي اس في فايل، تمام. تاني خطوه هو بيطلع لك ماشي. خلينا بس يعني خلينا نرنها وهو بيرن ايه نشرح عليه ان شاء الله مش هطلع ايرور. طيب اول حاجه بتعمل امبورت او اكتيفيشن للجيت هاب اسف على كوندا انفايرمنت. دي كانت كريتد في الانستليشن، تمام. بقول له المتغير اسمه مين في الدايركتوري بتاع الانترفورمر ده مش هيتغير في الغالب معاك او لو انت شغال على الكولاب يعني. وهنا البايثون باس اللي هو الكلام ده برضه مش هيتغير لو انت شغال على الكولاب. شغال لوكال هتبقى محتاج تغير كلمه كونتنت بس، مش حسب بقى الدايركتوري بتاعك هتبقى جواه الانترفورمر وجواه الانترفورمر دوت، تمام. طيب هنرن الكود. طالما انت غيرت هنا مش هتحتاج تغير حاجه في الكود. غير طبعا هنا الكونتنت كلمه كونتنت ديت، تمام. طيب فهنا هيرن الكود اللي اسمه الانفيرنس دوت اللي احنا لسه معدلينه دلوقتي. هتدي له ملف السي اس في اللي هو طالع من شويه، تمام. بتقول له الوركينج باس بتاعه اللي هو الفولدر اللي اسمه الفي اس اللي احنا عملناه، تمام. دوت الموديل او التشيك بوينت او الويتس بتاعت الموديل موجوده، كانت نزلت برضه في الانستليشن فهي برضه موجوده جوه الفولدر بتاع الانترفورمر. بقول له استخدم لي جي بي 1 باتش سايز 1 شويه حاجات اوتوماتيك مش هتعدي فيها حاجه. هنا بس الانرجي اوتبوت فولدر ممكن تغيره بس يعني يفضل يبقى الشغل كله في نفس الفولدر بتاع الفي اس. انا بقول له كونتنت في اس طلع لي فايل فولدر اسمه انرجي اوتبوت، تمام. هنا اليو اف اف از ليجند يعني بقول له استخدم لي الفايلات اللي هي في اليو اف اف كالليجندز اللي انت تعمل لها ايه دوكينج. فالراجل كده يخلص ما طلعش ايرور الحمد لله. فعلا 3 مركبات ما طولش، تمام. فين الانرجي بوكيت او انرجي اوتبوت دي الفايلات اللي هي ايه طلعت، تمام. الخطوه الثانيه اللي هي عمليه الدوكينج بقى فوق الخطوه اللي فاتت دي كان مجرد بيجيب لك زي ايه اللي هي بيبر يعني هي مجرد ديستريبيوشنز للانتر اكشنز الموجوده او يعني حاجه زي كده، تمام.
هنا في الدوكينج اللي هو بقى هيبدا يعمل لي جنريشن للكونفورميشنز بتاعت الليجند. حلو. نفس الحاجات سورس، هنا هيروح بقى للفي اس. تمام. هينسخ الكلام دوت اللي هو الفايل اللي احنا كنا رافعينه اللي فيه الثلاث مركبات او اللي انت مركبات اللي انت تعمل لها دوكينج ليه للانرجي اوتبوت جوه فولدر اسمه يو اف اف، هيكريته وهينسخه. تمام. طيب بايثون نفس الفكره، بايثون باس. تمام. المين هي اللي هم تحت بعض بشكلهم حلو كده. تمام. بتاع ديت الرقم 2 دوت عشان هو على الكولاب فيه 2 كورز، انت عندك كورز اكتر هتغير الرقم. تمام. حلو. هيعمل بقى زي دوكينج. تمام. تديله هنا الانرجي اوتبوت دايركتوري وبس، ده اللي هيتغير بس. تمام. بعد كده بعد ما يعمل الدوكينج هيطلع لك زي ملف سامري كده صغنون برضه سي اس في فايل، هيقول لك كل كونفورميشن كان الانرجي بتاعته كام. فخلينا نرن. ماشي. عشان دي الخطوه بتطول سنه يعني، على السي بي يو كان بيتطول يعني، على الجي بي يو مع تقريبا كان تلت ساعه حاجه زي كده. ماشي. ماشي. فده كده رينوس اللي هو هيطلع لك اس في فايل فيه زي سامري كل بوز فيها او الانتراكشن انرجي بتاعتها كام. تمام. بس مش مترتبين. هنا ده المفترض الكود دوت في الغالب ده مش شغال قوي صح يعني اللي هو بيجمع لك او بيمرج الفايل اللي هيطلع من هنا اللي هو فيه الانتراكشنز الانرجي يعني مع الفايل الاصلي. او لا ثانيه، لا انا احنا هنا كاتبين دوت غلط. لا انفير ماشي. الكونتنت عشان كده ما كانش بيشتغل صح. او اف المهم فده كده الفايل ده هيطلع اوتوماتيك من الخطوه اللي هي بتاعت ديت الدوكينج نفسها. تمام. والفايل الثاني اللي هو الريس اللي هو كان طالع من شويه اللي هو ريس يو اف اف انفير دوت اللي هو كان فيه الثلاث سطور او عدد المركبات بتاعتك. تمام. فهيدمجهم مع بعض في فايل سي اس تي في واحد. طبعا هو مش هيدمجهم عشان هنا ما كانش في اليو اف اف، هو مش هيلاقي الفايل فمش هيطلع حاجه جديده. فاحنا بس هنرن ديت تاني السطر الاخير دوت بعد ما يخلص خطوه الدوكينج دي، بس بتخاطب بتطول سنه يعني حوالي تلت ساعه. تمام. فهنوقف التسجيل طبعا لغايه ايه ما يخلص، بعد كده نكمل تاني. قعد تقريبا تلت ساعه 23 دقيقه كده ولا حاجه يعني. طيب طلع ايرور عشان زي ما قلنا الامر الاخير اللي هو بتاع الميرجنج دوت ما كانش فيه فايل اصلا اسمه او جوه الفي اس على طول اسمه ريسي يو اف اف انفير، هو جوه اليو اف اف. فدي بس الايرور اللي هو عندي. فبس هنعمل كومنت من دول حلوين ده كده دلوقتي يعني عشان بس مفيش حاجة تانية. طيب ونرن دوت تاني كده ده اخر امر يعني. حلو. ادي شكل الداتا بتاعتنا يعني او الفايل اللي هيطلع. رجعنا بس نرد تاني نستخدمهم بعد كده. طيب الفايل اللي طلع اللي هو اللي هو بتاع راوند زيرو دوت. ماشي. ده الجديد دلوقتي. لو بصينا عليه كده او خلينا ننزله عشان يبقى الشكل احسن. ادي الفايل اللي طلع بتاعنا اللي هو بعد الميرجنج. ايه بقى الموجود؟ طبعا هنا التارجت اللي هو الريس في الاربع حروف اللي هم كانوا في الاول. ماشي. بعد كده يو اف اف بوز رانك وموليكيول اي دي. تمام. طبعا هتلاحظ لو خدنا دور كده مش هتلاقيهم نفس الاي دي اللي هو الزيرو مثلا قدامه الموليكيول اي دي 6 5 6 اي دي واحد او البوز واحد ده قدامه 2800 تلاقي اي دي 2 اللي هو 5 2 1 5 وهكذا. حلو. آه ماشي. ده كده الايه الموليكيول اي دي. تمام. او اسف اليو اف بوز رانك والموليكيول البوز رانك مقصود بيها الاي دي او بمعنى صح الاندكس مثلا بتاع المركب ده في ملف اليو اف اف السي اس في الاصلي اللي انت عملته في الاول. تمام. اللي هو كان فيه 3 سطور بس لما كان 0 1 2. تمام. ايه بقى البوز رانك دوت ده لغايه هنا كده
آه طب بلاش نبص على الفايل دوت عشان تقريبا الفايل ده مش مظبوط، اللي هو الميرجنج دوت. هنا نبص على الملفات الأصلية اللي هو reconstructing وملف اللي هو CSV الأصلي. فهننزل دوت وهننزل دوت. فتح ده كده اللي هو اللي طلع من الدوكينج. ماشي. طيب ده في ايه؟ نفس المعلومات. ماشي. طيب البي دي اي دي خلاص قلناه. هنا البوز رانك هتلاقي من 0 ل 20. تمام. دولت اللي هم الخاصين بالاس دي اف رانك، يعني المركب الاولاني اللي انت كنت عايز تعمل له دوكينج طلع منه 19 بوز او 20 اسف 20. وال 21 دوت اللي هو المركب الاصلي او البوز الاصليه. يعني دولت كده 21 بوز من 0 ل 20. تمام. الكاونت 21. تمام. من 0 ل 19 دولت الديجنريتد بوزز اللي هو الدوكينج. تمام. ال 20 دوت اللي هو البوز اللي انت او الكونفورميشن اللي هو اللي انت بادي بيه. لو لاحظنا كده في العمود بتاع الانرجي، تمام، هتلاقي الرقم 20 دوت الانرجي بتاعته 9 كتير. ليه؟ عشان ده اصلا بره الليجند، بره البروتين. تمام. لكن الباقي كلهم بالسوالب. حلو. فدوت اللي هو الريفرنس مجرد بس ايه، يعني هم حاطينه كده بس احتياطي. تمام. من 0 ل 20 الثانيه هتلاقي الاس دي اف رانك بتاعك اختلف بقى رقم واحد. تمام. اللي هو المركب الثاني في الدوكينج. نفس الفكره ال 20 برضه هو اللي هو اللي انت بادئ بيه، وهكذا في المركب الثالث. حلو. طيب يبقى ده كده البوز رانك. طبعا العمودين دولت واضحين. الاتومز هيفي. تمام. اللي هي والنمبر اوف سوليوشنز. تمام. البوز مش مهم دلوقتي. عندنا الانرجي 3 اعمال دولت. ده الانرجي توتال اللي هو مجموع الانتر انرجي والانترا انرجي. لو قريت البيبر هتلاقي فيه نوعين من الانرجي بيحسبوا. الانتر انرجي اللي هو بين المركب والبروتين الذرات يعني وبعض. الانترا بين المركب وبعضه. تمام. فمجموعهم طلع لك ده. ماشي. طيب تقريبا يعني. ما يعني في شويه تعديلات هو عاملها يعني. المهم بقى، المهم الرقم اللي احنا مهتمين بيه اللي هو بتاع الانرجي اللي هو التوتال بقى. انت عايز برضه تبص على الانتر انرجي، قوه الانتراكشن مثلا بين الليجند والبروتين. ماشي براحتك يعني. ماشي. بس هو الانرجي هنا دوت اللي هو التوتال. تمام. هنا الار ام اس دي ليه انفينيتي طبعا عشان انت مع الريفرنس بتاعك اصلا مختلف عن اللي انت بتعمل لهم دوكينج، فما فيش ار ام اس دي منطقي. تمام. والاس دي اف رانك اللي هو زي ما قلنا اللي هو الاي دي او الاندكس او الترتيب المركبات دي في الملف الاس دي اف اللي انت كنت رافعه. تمام. حلو. آه حلو. ده كده الملف او الاس اس في اللي هو طالع منين؟ من الامر دوت اللي هو السمري. الميرجنج دوت ده في الغالب مش مظبوط. ليه؟ علشان خلينا علشان هو مكرر الحاجات. بمعنى هو ماشي عمل ميرج. حلو. لكن هتلاقي يعني دورت كده. ماشي. آه المفترض دولت كده بتوع اول او الثلاث مركبات. تمام. يعني لو لاحظت هنا التكرار الجديد دوت سالب 3 ستات. ماشي. اول واحد كان سالب 3 ستات. ماشي. فهو بيكرره مره ثانيه وثالثه. ليه؟ يعني في مشكله في الكود، فده يعني ممكن تتحل بعدين، مش دي مشكله. الميرجنج دوت كده كده انت اصلا دولت ملفات سي اس في، يعني ممكن تتعامل معاهم بالبانداز، تقدر تربطهم مع بعض بصوره صح يعني. تمام. فهعدل الكود او يعني هكتب كود جديد بحيث انه يدمج بين الملف اللي طالع من الدوكنج اللي هو السمري بتاعه والملف اللي هو الاصلي اللي هو بتاع الانفير اللي هو كان فيه 3 صفوف، او معنى صح 3 او عدد صفوف بيساوي عدد المركبات اللي انت بتعمل لها دوكنج. تمام. طيب كده هو عمل دوكنج وطلع لك انرجيز. في ميزه تانية الموديل دوت اللي هو بيطلع لك برضو البريدكتد بي اي سي 50. ايه البي ديت؟ اللي هو النيجاتيف لوج، زي البي اتش كده اللي هو نيجاتيف لوج تركيز الهيدروجينز او البروتونز يعني.
تمام. فهو البي اي سي 50 اللي هو النيجاتيف لوج الاي سي 50 بريدكت بقى. تمام. بعد برضو هنا حاجه بيطلعها لك الموديل دوت في الخطوه اللي هي بتاعه السكورنج. تمام. خلينا نفتح دي كده ونبص على الكود. ماشي. اول حاجه طبعا نفس الحاجات الثابته. ماشي. هينسخ لك اسمه ده الفولدر بتاع الليجند كونستراكتنج اللي هو اللي طالع من الدوكينج دوت اللي هو جوه الانرجي اوتبوت. تمام. هيوديه فين؟ جوه اليو اف الفي اس انفير، يعني هيعمل فولدر اسمه انفير ويحط لك الفولدر ده جوه. تمام. بعد كده برضه هيروح محول لك الاس دي اف. ما في حاجه مهمه هنا في الليجند كونستراكتنج البوزز بقى. احنا كده شفنا الانرجيز. فين بقى البوز؟ جوه الليجند كونستراكتنج هتلاقي في فايل اسمه ريسي اندرسكور دوك دي اس دي اف. ده لو نزلناه مش كده. خلينا نطلع فوق كده اتاكد من حاجه. هو الكونكاتن دوت اللي المفترض اه يبقى تاني الكود. لا الكود شغال صح اللي هو بتاع الميرجنج. تمام. هو طلع لك فايل سي اس في جوه الليجند كونستراكشن. تمام. فده لو نزلناه كده داونلود يعني هو مفيش معلومات برضه، هي نفس المعلومات. حلو. ماشي. هي ماشي. طيب. بس هنا يعني هي نفس المعلومات اللي كانت موجودة في الريكونستراكتنج. مفيهاش حاجة جديدة. تمام. طيب. بس بقى الكونكاتد او الليجند كونستراكشن هي نفس المعلومات. تمام. فهو مفترض يعني السطر دوت او الكود دوت كان يدمج لك بين السي اس في دوت والستات كونكاتد ديت. وهيطلع لك فعلا اللي هو بتاع الراوند زيرو اللي احنا بصينا عليه اللي هو كان فيه مكرر لك المركبات كلها 3 مرات. حلو. فزي ما قلت هنكتب كود تاني بحيث انه يعني يقلل لك الاعمده او يطلع لك بس الاعمده المهمه ويدمج بين الفايلين. تمام. يعني يحط لك الاي دي بتاع المركب بس جنب الانرجيز والحاجات دي. طيب. نرجع تاني هنا. آه ماشي. فخلاص نسخ. هيحول لك ملف سي اس في الاس دي اف اللي هو اللي طلع من الدوكينج دوت اللي هو في البوزس. نزله ونبص عليه. نزلته نبص عليه تاني. طيب. هتلاقي هنا عندك 63 بوز. ليه؟ عشان هم 3 مركبات. ماشي. كل واحد بيطلع 20 فكده 60. التلاته دولت اللي هم الانيشيال كونفورميشن اللي انت بادئ بيه اللي هو كان رقم 20 او 21 بقى يعني في ال3 مركبات. ماشي. فلو قعدنا كده نتحرك دولت اول بوزز لغايه 19. تمام. اللي هم ال 20 بوز اللي طلعوا ولا لغايه 20. تمام. 21 هتلاقي المكان اختلف. ده اللي انا بادئ بيه. تمام. او الاول مركب اللي هو 6 5 3 6. تمام. مشينا قدام شويه اهو. ده الانيشال بوز بتاع المركب الثاني وهكذا. تمام. طيب. فدلوقتي احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نطلع البريدكتد باي سي 50. تمام. هننسخ وهيحول اس دي اف من اس دي اف لسي اس في للمركبات اللي هي اللي عمل لها دوجنج. تمام. وبعد كده هيطلع لك هيستخدم بقى الموديل اللي هو بتاع الافينيتي اللي هو او البريدكتد اي سي 50 يعني. ماشي. في انفير ده الفولدر الجديد ريسي دوكت انفير سي اس في اللي هيطلع من هنا. وركينج باس الفي اس ليجند فولدر اللي هو الانفير. تمام. ده التشيك بوينت. رن. ان شاء الله مش هيطول. الخطوه دي على السي بي يو تاخد وقت على الكلاب يعني على الاقل. تمام. لا يفضل انك تعملها على الجي بي يو لو انت محتاجها يعني. هو بس هنا بيطلع لك البريدكتد بي اي سي 50. لو انت الانرجي كافيه خلاص مش لازم تعملها.
ماشي. تمام زي الفل. خلص في دقيقة تقريبا، دقيقة 11 ثانية. ماشي، ده مفترض طبعا مطلع لك شوية حاجات نان وحاجات كده، فعادي مش تفرق. ماشي، هنعمل كده ريفرش. وفين تلاقي ولا كان بره سامبل هنا. الريزلت دوت ده اللي هو بقى مطلع لك فيه الاي سي 50. ماشي، انت عندنا ادي 63 سطر. ماشي نطلع كده. ماشي 63 عمود او 63 سطر. تمام. طبعا هنا البي اي سي 50 كل الاصفار دي مش بريدكتد، لا دي اللي مفترض اللي هي لو في حاجه عملي. تمام، الحقيقيه ترو. هنا البريد بي اي سي 50. تمام. اللي هو نيجاتيف لوج اي سي 50 يعني. تمام. هنا البريد بوز ده اللي هي مدى سوكت الموديل في الدوكينج بتاعه. تمام، يعني لو عشان ممكن نعمل حاجه حلوه كده، لو جبنا الريكونستراكتنج تقريبا دولت اللي هم، ورحنا خدنا الانرجي خدنا كده كوبي او هنا كده وبناشب الترتيب. ماشي تمام 20 تمام. رحنا عملنا بيست كده. صح برضه. البوز رانك احتياطي والاس تي اف رانك برضه. اللي انا كان بص، دولت من الفايل اللي هو بتاع ريكونستراكتنج، ودولت اللي هو بتاع السكورنج. تمام. آه من دولت كده اللي هم ايه خاصين باول مركب، وقلنا ان الرقم الاخير ده اللي هو رقم 20 ده اللي هو بتاع اللي هو الانيشال بوز. حلو. طبعا الانرجي بتاعتك. طيب او لغايه فين كده. ماشي. طب طبعا هتلاقي زي ما قلنا هنعمل بس نكبر كده ساعات كتيره ديت اللي هي بتاعت 20. طيب لو حبينا يعني نعرف انهي موديل من مثلا كلهم، انا يعني نرتب الداتا بناء على البريد بوز اللي هو مدى ثقه الموديل في البوز اللي طلعت. تمام. فهنيجي هنا هوم سورت سمول largest to smallest. تمام. اكسباند. ده اللارج ولا ايه؟ سمولست largest smallest. تمام. فالموديل اللي هو كان اعلى حاجه في الثقه كان ال 8 من 10%، 80% يعني او 89%. ده اللي هو ايه؟ المركب الاول. تمام. او اسف الاس دي اف رانك المركب الثالث البوز بتاعته رقم 10. ماشي تاني، لو انا هرتب بناء على البريد بوز مش بناء على الانرجي. تمام. البوز رانك 10، الاس دي اف رانك 2. الاس دي اف رانك اللي انت كنت رافعه اللي هو مركب رقم 3 عشان بادين 0 1 2. تمام. والبوز انهي رقم 10. تمام، اللي هي موجوده فين في الفايل هنا، فين الاس دي اف رانك دوت اللي هو كان فيه كل البوزز اللي طلعت. يبقى المركب رقم 3 اللي هو الاخير اخر 20 في الاخيره. تمام. والبوز رقم 20. تمام. طيب نرجع تاني الملف السي دي اف ده. انا لو هرتب بناء على بريد بوز، طب لو عايز ارتب بناء على الانرجي نفس الفكره. برد بقى من السمولست واللارجست بالسالب. تمام. فاكبر واحد اللي هو سالب 367، البريد بوز 59. تمام. بريد بي اي سي 50 6.3 اللي هو كان البوز رانك 2 في مركب 0، اول مركب تاني بوز.
او يعني تالت بوز عشان بدي من الزيرو، فزيرو واحد اتنين. تمام. ده انا لو ارتب بناء على الانرجي. طبعا الفايل ده يعني عشان دلوقتي احنا خدنا الثلاثه دولت من فايل بتاع كونكاتينيتد، فاحنا كنا محتاجين نكتب بقى كود هو يعمل دوت. تمام. يعمل لي كده فايل حلو في مثلا البريد بي اي سي 50، البريد بوز، الانرجي، والاسم الموليكيول مثلا، مع البوز كده كده مش محتاجين الاس تي اف رانك عشان معاك الموليكيول اي دي. فانت مركب اسمه كذا، البوز بتاعته كذا، الانرجي بتاعته كذا، والبريد بي اي سي 50 كذا. تمام. فده كده كان استخدام ال الانترفورمر عشان يعمل ايه. تمام. زي ما شفنا الاستخدام بسيط، الاكواد جاهزه، انت بس يعني بالتالي مش هتعدل حاجه غير بقى لو هتصغير اسم الفولدرات يعني. بس فده كده كان الاستخدام، وزي ما قلت هنضيف بس الايه، الكود اللي هو بدل الميرج سمري يعني، او يعني بعد ما يخلص بقى السكورنج، بحيث انه يدمج لي زي الاعمده اللي احنا قلناها من شويه في فايل واحد يعني. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.